نديها فرصه نشوف هي دكتوره منى حسين. بنرحب بيها وبنعتز بيها الحقيقه، ودايما ليها اضافاتها، ونشوف هي شافت العمل ده ازاي. شكرا جزيلا طبعا لدعوه حضرتك، وسعيده جدا بوجودي معاكم، وسعيده بالعمل. ايه صوتها كان صوت كويس. العمل يعني كتابات المرأة ليها سنس معين، وإن كان في كتير منها كنا أبطال رجال، لكن برضو التعبير عن خبايا معينة مهتمة قوي بالتفاصيل. فإذا بدأنا بالنوستالجيا عموما، الحنين أحيانا بيبقى الحنين هنا للحياة نفسها، مش بس للوطن، إن أنا عايزة أبقى يعني هنا في مثلا ساي بنتكلم في البنت اللي عايزة تتجوز وليها ظروفها، ففي بتحبه، بتحكي لصديقتها وبتتكلم معاها، ويرجع يتجوز صديقتها ما اتجوزهاش هي، وتفضل وتمر السنين منها لحد ما بتألف مرضها، مش عايزه تتخلى عن المرض. دي حقيقيه، قصه حقيقيه. يعني تخيلي دي يعني، وكانها ده جزء منها، مش عايزه تتخلى عنه بقى خلاص، هي بتعصب. في اسباب هنا لما نيجي ناخدها بالتحليل بقى، اسباب للغربه كتيره، هروب من واقع مرير داخل الاسره، ممكن ما يبقاش خارج الوطن، لكن ممكن داخل الوطن، يبقى من محافظه لمحافظه، ممكن من بيت لبيت، ممكن. لكن هنا المشكله في الهروب. صوره الام في معظم القصص الام الضعيفه، ان انا عندي الهيمنه الذكوريه في الاسره، حتى لو كانت هادمه، ما نتفاهم بينا وبين بعض عشان ولادنا ما يتاذوش. حضرتك اثرتي موضوع تفضيل انجاب الذكور على الاناث، على فكره مش بس عند العرب، الصين عملوه، بس احنا عندنا بشكل لا انا هقول لحضرتك بقى احنا عندنا بشكل اصعب. لا شوفي، الصين كان وصل ايه؟ الام ضعيفه. ايوه ضعيفه. ايوه مهم. لان الام لما بتكون ليها شخصيه داخل اسرتها بتعرف تتحاور مع الزوج ويصلوا الى قرار معتدل، لا هو عقلاني 100% ولا هو عاطفي 100%. فهنا هنعمل الميكس، هنغلب العقل شويه، لكن في جزء العاطفه بدعم الولاد دول، بتوجيههم بشكل اخر. اما انها تبقى شايفه ان ولادها بيتعذبوا قدامها وهي قاعده ويطردوا ويروحوا وييجوا ويكرهوا حياتهم ويكرهوا البيت، لدرجه ان الولد يضرب باباه ويخرج ويتنقل من مكان لمكان، وبعدين يسافر بره خالص، وبعدين لما يعرف انه مات يزعل قوي. اصل هو ما رضيش هو سامحك قبل ما يموت. طب ولو ما كانش مات كان عمل ايه؟ كان هيفضل زي ما هو. مش كده؟ ولو ما كانش هرب كان عمل بس ايه؟ هي نماذج موجوده. انا بقول لحضرتك، لان حضرتك نقلتي نماذج واقعيه للاسر المصريه بمشكلات مختلفه، وعايزه اقول ان داخل الاسره المصريه الواحده او اي اسره في العالم احنا عندنا افراد مختلفين، ام واب وابناء ذكور واناث، كل واحد منهم قصه، كل واحد منهم حياه، كل واحد ليه جوانب حياه، اللي عايز يبني نفسه واللي مستغني عن كل حاجه واللي مستضعف ورافض كل حاجه، ده كان واضح. النماذج دي كلها موجوده. واللي بيسافر بره، طب ما احنا شفنا النموذج اللي سايب زوجته واولاده بيحبهم لكن ده بيه الحال، سافر بره، طب عشان يقعد ويتجوز واحده ايه؟ اكبر منه بكتير عشان ياخد البرميشن. الشعب الالماني احنا بنقول ان هو قاسي او لا، هو جاد جدا، جاد وعملي، لكن ده في وقت العمل. اما الوقت الاخر ويك اند ما فيهاش فصال، عنده المزرعه بتاعته، عنده الطيور بتاعته، عنده الحيوانات بتاعته، عنده حياته، وعفوا الكلب بتاعه. لان انا لينا اصدقاء عايشين في المانيا، ممكن لما بتكوني بتكلميه مش عارفه يكتب لك او مش عارفه تكتب لك لان القطه بتاعتها نايمه على الكيبورد وتوريها لك بالموبايل، اهو بصي فمش قادره اعمل كده، مش قادره. عندهم قدر من الانسانيه عالي جدا. ما هو انا عايزه اوصل ليه انهم عندهم قدر عالي من الانسانيه. ولو كان في بعض التعصب من بعض الفئات في هذا المجتمع، احنا شفنا الطبيبه مروه اللي اتقتلت هناك بسبب الحجاب. بالظبط. هل كل العرب عندهم ارهاب؟ هل كل الالمان مجرمين؟ اذا كل مجتمع هو شعب فيه وفيه حقيقي. العقلاني لا مروه مروه دي اللي كانت اتقتلت، وكان جدها حاول يصيب زوجها كمان داخل المحكمه.
فالمجتمع نفسه وهنا معظم القرارات او اللي حضرتك كتبتيه كانوا كلهم في المانيا، لان حضرتك اوير ببعض المناطق هناك وقادره توصفي ده بسهوله. ده كويس جدا. الانعكاسات دي مهمه. زي ما قلت حضرتك في البدايه، احنا لما بنخرج اما ان احنا هربانين من حياه روتينيه مزعجه، من فقر احسن عن عمل افضل، او دراسه، او يمكن ما ظهرتش قوي موضوع الدراسه، يمكن في النموذج اللي حضرتك اثرتيه ان هو موضوع اخدتي كورسات او معينه في اللغه علشان تقدري تتعاملي وتتعايشي مع هذا المجتمع وتبتدي تندرجي فيه وتساعدي ولادك ان هم يكملوا. ما هي تمشي كده، ما تفتحش ان الواحد يبقى قاعد في مكان ومش عارف. واحنا ديننا بيحثنا على ده، ان احنا نتعلم لغه الاخر كي نامن ايه؟ شرهم. بالظبط كده. فهنا ده مهم. عمليه وطن اخر او اللي هي قصه ام محمد بنتكلم عنها، انها تنجب عشان خاطر هتجيب الولد، هو عايز كده، اتس اوكي، ما عندناش مشكله. بس هو بعد ما جابتهم هو مات وشالت العبء كله. واحيانا بتبقى في بنت ب10 اولاد حقيقي. لكن هي دي عشان نقول ان ده ممكن يكون واقع، دي نموذج موجود داخل المجتمع وبيعيش، وتبقى المعاناه كلها. وانا ما بقولها دايما والناس تزعل او ما تزعلش، هي المراه هي المسؤوله عن الانجاب. يعني هي اللي تقدر تمنع وهي اللي تقدر ما تخلف. ايوه، ما حلمها برضه. بس مش مسؤوله عن البنت والولد. لا بس هو ما هو بعد ما لا دي علميا الرجل. ايوه ده معروفه بعد ما اتخرجوا كتير قوي. ما هو مش فاهمين ولحد دلوقتي هتلاقي ناس بتقول كده برضه مش عارفين. هتمسك لهم بقى القوانين بقى الاكس اكس والاكس واي وكذا. لا ما هي مش يعني هم مش عايزين يعرفوا برضه. هم مش مقتنعين، هم مش يجنوها حقيقي. صورة الوطن حضرتك يعني وضحتيها قوي في ألف ليلة وليلة. هي طبعا ألف ليلة وليلة مش بتاعتنا، لكن هو منطبع عند الآخر إن إحنا مجتمعات لسه بتعيش بالشكل البدائي البسيط. في أمريكا كمان بيقولوا كده. أنا ليا ابن خالتي عايش هناك، راح بعث الدكتوراه وعاش كمل بقى ما رجعش مصر. بنته جايه عشان تعمل بحث هنا، طب عايزين يشوفوا الأهرامات والجمل والصحراء. طب تعالي بقى، راح واخدها كده، لا بصي ده، قالت له ده التلفزيون، ده لا ده ملزقه تلفزيون، طنط منى شغاله هنا. فانت ممكن نصور هنا؟ لا ممنوع. فهي عايزه تاخد المعالم المعاصره لينا. اما لما نروح ميدان التحرير او نروح ميدان طلعت حرب او غيره ونشوف تصميم الميادين، تقول للناس دي مصر. هي جايه تعمل عن الصوره الحاليه ولا هي عايزه تعمل الصوره اللي هي معروفه؟ هم متخيلين انها هتجي لهم بده. فلا، ابن خالتي طلع ذكي، فابتدى يجمعها ويلففها، هنا ده كذا وده البرج الجزيره وده مش عارفه ايه. فدي المعاني اللي احنا عايشينها دلوقتي اللي موجوده اوريدي على ارض الوطن. فيبقى احنا لما بنقول للاخر لا يا جماعه احنا مش عندنا ده دور السفاره على فكره، مش دور المواطن بس العادي. السفاره لما بتعمل اي فعاليات، الاعلام ما هي السفاره في كل بلد هي منهى وهي بس للاسف الشديد السفاره في اي بلد غير عربي او غير عربي في اوروبا وفي امريكا، السفاره المصريه دورها ضعيف جدا. حتى الان مصر اصحابها القبائل المصريه اللي موجودين هنا. الاحتفالات الرسميه هنا اقدر اعمل زي ماكات لمعظم اللي هي بنسميها المعالم المعاصره في مصر، بحيث ان انا بقول. وبعدين احنا في تقدم صناعي ممكن يكون بخبرات المانيه، يابانيه، فرنسيه وغيرها، كله اوريدي عندنا. فده موجود. المترو، الانفاق وغيره بقى، الاحدث القطار السريع وغيره، كل ده موجود دلوقتي. طب ما هي دي نماذج اوريدي موجوده عندهم، موجوده عندنا. لا والتكنولوجيا دلوقتي مش لو هو حد عايز يشوف هيدخل ويشوف زي ما احنا بنعمل. فالمهم ان احنا بنتكلم في ده. ثمن الغربه قلنا ان احنا ممكن بنبحث عن الحريه هناك، هم بيتشدقوا بالحريه لكن هم ما بيطبقوش الحريه. من اكثر البلاد زي ما قالت الاستاذه ان هم بيمنعوا وبيعملوا حظر لعمليات السوشيال ميديا. كل مواقع التواصل الاجتماعي معظمها هناك متوقفه، ما بتعملش اي حاجه اكتر من ان هي يعني ممكن في اطار عمل ابعتي فايل، استقبلي فايل، خدي اوردرز، شغل، اكتر من كده مفيش. في بعض البلاد عندنا برضو منع الدول العربيه برضو منع ما فيش لا بالصوت ولا بالصوره. أيوة. ممكن كتابه فقط، ده مسموح بيه.
وهكذا. يعني سوريا حضرتك اتكلمتي عن كندا والعمل فيها، سوريا اصلا كان لنا زمايل في سوريات في جامعه القاهره في اثناء ما كنا بنعمل الدراسات العليا، كان ممنوع تعمل بحث اصلا لرسالتها الماجستير او دكتوراه عن بلدها، لان مش هيدوها اي داتا من هناك. صحيح. ممنوع، حظر تام، ما تتعامليش بيها. وكانوا بيعملوا على مجتمعنا احنا، وهي ده مش صح. المفروض ان انا بعمل بحث علمي عشان ارتقي بالمجتمع واحقق نجاحات لي، واعمل يعني احل المشكلات بتاعته والقاء الضوء عليها وطرح بعض الحلول ليها. مفيش. طب انتوا بتهزروا؟ احنا جايين نعلمهم منهجيه بحث علمي. فده اوريدي موجود في بعض البلاد العربيه كمان. هرجع لحضرتك ثاني في موضوع الاناث والذكور. الصين في سنه 99 لما كنت بعمل الماجستير كان عددهم 1.5 مليار، 1.5 مليار. ابتدوا يعملوا تحديد بقى طفل واحد، والطفل الثاني على حساب الاسره يتعلم ويعيش ويتعالج ابتدوا الناس قال لك طفل واحد، ما هو مش كل الناس قادره تصرف ولا حابه بقى خلاص تجيب طفل وخلاص. ابتدوا يتدخلوا في ان هم يعملوا تحديد نوع الجنين، لو كان بنت يعملوا اجهاض، ولو كان ولد كده. وصل تعدادهم لكام؟ 1.350 مليون. الناس 150 قالوا ايه ده لا خد بال حضرتك، ده على المدى كمان هينقصوا اكتر، لان كل اللي عندهم ذكور هيتجوزوا الذكور لبعض، ما هو مش هينفع. فدلوقتي سمحوا بالطفل الثاني والاثنين يتعالجوا ويتعلموا ويعيشوا كله على اساس على حساب الدوله زي ما بيقولوا، لان هم عليهم تارجت. وكتير من الدول عايزه تعمل زياده سكانيه، لان هم ما بيدخلوش في حروب، هم بيدخلوا في منافسات اقتصاديه مختلفه، وده لن يكون الا بالانتاج والتفاعل المختلف. فانا عايزه يكون لي عدد وعدد منتج، لان مفيش حد اسمه عنده بطاله، البطاله دي عند الناس اللي مش عايزه تشتغل. فالنماذج دي موجوده. الثمن الغربه زي ما قلنا ان هي ممكن يبقى ضياع الاسره اللي موجوده في مصر، وممكن هو نفسه ما فيش رضا. ما هو في الاخر وصل ان هم بينفسوا السجاير في وش مع الطبق، اديني انت طب يدور عليك بقى يلا. ما هو ما فيش حاجه يعملها، مش حاسس بنجاحات خالص. فده نموذج للمغتربين اللي كل الناس هنا بيقولوا ده عايش مش عارفه ايه وهيجيب ايه وهيعمل ايه، وهو مسكين مش عارف يعيش حياته اصلا، لان هو لا عارف يكون زي الالمان وقت العمل هو العمل والباقي ويك اند، لانه عايز يبعت القرشين اللي باقيين معاه عشان اسرته اللي في مصر، واضطر مرغم يتجوز واحده مش مناسبه ليه، لا سن ولا مجتمع ولا واضطر يعيشها. برضه مش كويس. فهو مقهور في الداخل بقله المال، مقهور في الخارج بعدم الحريه، وهو بيؤدي ادواره كأنه هو روبوت. وهي مقهوره هنا، وهنا مسكينه شايله فوق طاقتها، وكل الاعداء ام واب، وبتساءل في كثير من الاحيان لو اخلت بده، ولو الولاد ضاعوا منها، او تسمح للاخرين يتدخلوا في شؤونها، وبرضه ده بجهد وتكلفه صحيه ونفسيه، في الاخر خليها ماديه، لكن في الاول ونصاب بامراض بقى مزمنه بقى، كلها امراض الضغوط اللي احنا بنعيش فيها. فده نموذج هايل، انا شفت ده. يعني انا في الاول يعني ايه الحكايات اللي في الغربه؟ لا ده هي بدات من هنا، هي اكتر ما هي ما كانت هناك، هي باديه من هنا. المشكلات كلها كانت هنا في المجتمع، في الاسر نفسها عندها مشكلات، ابتدت تطرح او تفكر في الطرح الجديد اللي هو حل المشكلات دي من خلال السفر، ان احنا نجيب انفاق ليهم ونكمل حياتنا، مع ان احنا كان ممكن ما نتعرضش لكل ده لو احنا عملنا انضباط شويه لحياتنا فيبقى الموضوع كله بالنسبه لي يمام البلاد. ده حتى يعني شوفي اللي بيبحث عن حاجه مؤشر تقول ده ما اشوفهاش. انا عملتها في الجزائر، فلقيتهم وانا في الجامعه بنوته جميله كده راحت جايبه لي ورده، قلت لها الله ورد بلدي. قالت لي بلدك ايه يا منى؟ دي بتاعتنا. انت فاكره دي؟ لا انت جايباها عندنا. لا دي اسمها ورد بلدي عندنا. يعني اول ما شفتها كاني رجعت مصر. انا كنت صغيره، انا سبت 18 سنه، فبصيت قلت لها ورد بلدي. قالت لي لا انت مش بلدي بتاعتنا احنا، بس احنا جايبينها لك. فنفس الحكايه في اليمامه اللي حضرتك موجوده يعني، وعايز يتابعها وعايز يشوفها. يا ده حسستني بان انا في مصر. لا واليمامه جايه من هناك، يعني هي اليمامه مش بتاعت هناك، اليمامه جايه. هو لو تخيلها بس، هو ده الاحساس بان هو بيحن لكل ما هو مفردات طبيعته وحياته ووطنه. فده مهم جدا. وطبعا اجابه حضرتك في ان احنا اثرنا
عدد من النماذج من الاسر المصريه، وفي الريف كان او في الحضر بشكل مختلف وقضايا مختلفه، فاحنا عملنا فوكس هايل. فبالتوفيق لحضرتك وشكرا جزيلا. شكرا.